السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والهنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب كده، وعود الايام بخير. النهارده بقى كده راجع لكم بفيديو جديد، ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت كده لو بتشوفيني لاول مره حطي لي لايك للفيديو، واعملي اشتراك في قناتي، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك فيا ريت تعملي متابعه لصفحتي. واهلا وسهلا بيكم. حابه ارحب بكل الناس اللي انضمت معايا، نورتوني وشرفتوني، وبشكركم جدا على كومنتاتكم اللي بجد بتبصوا بتفرحني كده وبتبسطني. تعالوا النهارده نعمل مع بعض افطار اول يوم رمضان. بصي بقى كده بطريقه سهله وبسيطه. عايزه اقول لكم ان الاكل ده ما شاء الله ما خدش معايا ساعه، وكان طالع بالعظمه والجمال ده. اول حاجه كده انا جبت بصلتين اتنين وفرمتهم مع قرن فلفل احمر، وصفيتهم كده من ميه البصل علشان الكفته بتاعتي ما تفكش مني. هنعمل كفته بطريقه سهله وجميله جدا وهتعجبك جدا جدا. جبت هنا كيلو ونص من اللحمه المفرومه، وفيها نسبة دهون 20%، وده لازم عشان الكفتة بتاعتك تطلع طعمها حلو جدا وكمان ما تفكش منك. ضفت كمان كيس من الكفتة خلطة الكفتة الجاهزة، ولو مش موجود عندك بقى حطي ملح وفلفل وشوية من السبع بهارات وشوية من جوز الطيب، وقلبي الكلام ده كله. ولو عندك توم بودرة وبصل بودرة، بس طبعا الكيس ده بيغنيك عن الموال ده كله. تمام كده. قلبت كل المكونات كويس جدا بايدي كده، لازم تعجنيها عجنه كده محترمه، وحطيتها في التلاجة كده لمدة ساعة علشان خاطر ايه التتبيلة تاخد وتدي بشكل ودي. تاني حاجة هنا بقى انا جبت صينية وحطيت فيها شوية من البقسماط وشوية كمان من الدقيق وعليهم شوية كده من الملح المبهر، وقلبت الكلام ده كله على بعضه. هنا بقى كده دي شوية من مية البصل، وحطيت عليها بيضتين، 3 بيضات ما شاء الله، معلش نسيت، وشوية فلفل اسود، وربيتهم كده. وطبعا انا كنت متبله البانيه من بدري. طبعا تتبيله البانيه كلنا عارفينها ازاي بنعملها. يعني بصلتين كده بتضربيهم في الكبه مع ملح وفلفل، فلفل كتير شويه، وكمون وليمونه ومعلقه خل، وتتبلي بيها البانيه. بعد ما تتبل برده كده وقعد مش اقل من ساعتين في التتبيله، رحت نازله بقى على البيض كده زي ما احنا شايفين، وقلبته كويس جدا. طبعا يا جماعه الحاجات اللي بتتبل كل ما بتسيبيها في وقت يعني وقت اطول في التتبيله، عايزه اقولك بتديكي نتيجه وطعم تحفه جدا. اذا كان بقى كفته، اذا كان بقى بانيه، اذا كان فراخ مشويه، طبعا التتبيله بتخليها احلى كتير. بدات بقى كده ان انا احط البانيه بتاعي اشيله من البيض واحطه في البقسماط، وطبعا اضغط عليه كويس جدا علشان يديني كده كفر حلو قوي. تمام. عايزه اقول لكم ان الاكل ده سهل وسريع جدا، تقدري تعمليه فعلا في ساعه واحده. وبصي بقى ما بيختلفش عليه حد. يعني البانيه الاطفال بيعشقوه، والكفته احنا طبعا ككبار بنحبها جدا. وهنعمل كمان كده شويه رز بسمتي، يعني ايه، اكل بسيط وخفيف وفي نفس الوقت طعمه حلو ولذيذ كده، وبالف هنا وشفا. للامانه ده كان اوردر ناس طالباه مني مش ليا يعني، وطبعا انا عملته لهم، وبعد كده عملت الفطار بتاعي وبالف هنا وشفا. وربنا يحسن ما بين ايدينا، اللهم امين يا رب العالمين. يعني انا عملته كده وديته، وبعد كده عملت الفطار لينا احنا. طبعا ولادي شافوني بقى وانا بعمل البانيه، فالا واذا عايزين هم كمان بانيه. خلاص بقى كده ركنت البانيه كده على جنب شويه. وهنا بقى كده هجيب حله عشان اعمل فيها الرز البسمتي. بصوا انا بحب اعمل كل حاجه في وقت واحد، يعني بحب اولع كذا عين كده على البوتاجاز، واعمل الاكل كله علشان يطلع سخن كده مع بعضه. الحمد لله، يعني انا من الناس اللي بعرف اعمل كذا حاجه في وقت واحد. يعني في ناس ممكن تتلخبط وبتعمل اكله وتخلص اكله، لا انا ممكن اشغل كذا عين واعمل كذا حاجه في نفس الوقت. فطبعا الحمد لله كلنا ستات شاطره كده وزي الفل، وايه يعني بنقدر ننجز وقتنا والحمد لله. جبت بقى هنا الحله، قطعت فيها كده بصلتين متوسطين، ولو بصلايه كبيره تبقى حلوه قوي. بس عايزه اقول لكم ان امي جايبه لنا البصل كده صغير، فانا مش فاهمه ليه. ما بحبش البصل الصغير ده، يعني بصوا بحبه في حاجات وحاجات. يعني لو هعمل مثلا تسبيكه او حاجه على قد نص كيلو خضار، فبعمل بصلايه صغيره. اما لو عايزه اعمل عصاق كده او اعمل محشي او حاجه، فبحب البصل الكبير علشان ايه بينجزني بصراحه. قطعت البصلتين، وهنا بس انا عايزه اصفرهم كده حاجه بسيطه يعني كده على النار يتبلوا. وفي مقطع من هنا اتحذف، كنت فاكره ان الكاميرا شغاله وللاسف ما كانتش شغاله. انا بقى جايبه كده ب10 جنيه خلطه كبسه كده على بعضها، حطيت لي فيها اللي هو اللومي دوت وورق لوري، وحطيت لي كاري وكركم، وزي ما يكون فيها ملح، فهي طعمها حلو قوي وريحتها جميله جدا. وتقريبا بنضاف عليها زي مرق الدجاج كده، عارفين انتوا اللي هي ايه، شامله كل حاجه. فانا بجيبها بصراحه بتسهل عليا الدنيا خالص. ضفتها بقى كده، ضفت معلقه كبيره كده من الخلطه دي، واللومي كده والقرفه، والقصدي الورق اللوري، ولو بتحبي بقى القرفه
تقدري تضيفي عود من القرفه، بس انا بصراحه مش بحبها وما جبتهاش. جبت هنا نص كيلو من الرز البسمتي، طبعا غسلته وصفيته. ومش عارفه سعر الرز البسمتي يا جماعه مبالغ فيه ليه كده، يعني الرز دوت جايباه ب 100 جنيه، فجايبه النص ب 50 جنيه. بدات بقى حطيته كده وقلبت الكلام ده كله كده، واول ما احس ان ريحه الكاري والكركم كده طالعه والرز نشف معايا هبدا ازوده. طبعا الرز البسمتي بيتزود تزويد اعلى من العادي بشويه، فاهمين انتوا قصدي؟ يعني العادي كده يا دوب بتغطي الرز، لا ده بتغطيه كده بشويه حلوين علشان يبقى مستوي معاكي وطري كده شويه، يعني ما يبقاش ايه ناشف كده وتحسيه محصول. اول لما غلي شويه وطيت على النار وسبته بقى كده يتشرب مع نفسه. وهنا بقى جبت الكفته وبدات ان انا اصبعها على المسن ده، وانا هعملها بقى كده في صينيه في الفرن علشان تنجزني. حابه تحطيها على سيخ مفيش اي مشكله، هي ولا هتفك ولا هتبصي، شايفين يعني متماسكه جدا وحلوه جدا، وريحتها في منتهى الجمال والروعه. بامانه كانت حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان الاكل ده انا عاملاه وراح يعني ماشيين بيه في الشارع، اقسم بالله ريحته كده كانت قلبه الشارع، واحنا كنا قبل الفطار بكتير جدا لسه. فتحسوا كده ان هو ايه يعني عيب كده يا جماعه الناس صايمه يعني عارفين انتوا. ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهوت. انا بصبعها صباع كبير شويه، لاني طبعا هي فيها دهون، فهتنزل شويه من الدهون اللي فيها، فهتبدا الكفته تكش شويه معانا. تمام كده. فعلشان كده انا حطيت فيها ايه يعني كنت مكبره الصباع كده ما شاء الله. طبعا انت تقدري تعملي الحجم اللي يعجبك، تكبريه بقى تصغريه، دي حاجه بتاعتك انت. تمام. بس ما شاء الله يعني عايزه اقول لك ان هي نتيجتها ابهرتني وحلوه جدا كده، وبتتصبع بطريقه يعني ايه سهله كده وبسيطه. انا بقى كنت بعمل اشكال كده بعقلها كده عشان تطلع لي نفس الشكل بتاع بره كده شويه، فاهمين قصدي طبعا. اهو بسم الله ما شاء الله. وادي الصينيه بقت خلاص كده معايا زي الفل، وطبعا انا مولعه الفرن من قبليها وعايزه الفرن يبقى سخن جدا. تمام. علشان بقى ما تنزلش ميتها، واول لما تدخل الفرن كده تتصدم كده ايه وما تنزلش ميه خالص. هنا كان الرز معايا استوى اهوت وزي الفل ما شاء الله. طفيت عليه بقى كده النار وركنته على جنب. وهنا بقى كده هبدا اقلي البانيه. حطيت بقى كده شويه زيت كده محترمين علشان ايه البانيه بتاعي كده يطلع حلو وزي الفل. وعايزه اقول لك لما بتسيبي البانيه شويه كده في البقسماط وتحطيه مثلا نص ساعه في التلاجة، فده طبعا بيكون حلو قوي. الكفر بتاعه كده بيمسك على البانيه وما يفكش منك خالص وانت بتقليه. وطبعا البانيه انا بحب اقليه على نار حاميه كده في الاول، الزيت يبقى سخن جدا، وبعد كده تخلي النار يعني اهدى من العالي بشويه، ما تبقاش متوسطه عشان ما يشربش منك بقى زيت والكلام ده. وعايزه اقول لك على خطوه حلوه جدا وانتي بتعملي تتبيله البانيه، لو حطيتي معلقه صغيره من الجنزبيل ما بيخلوهوش يشرب نقطه زيت، وبيبقى مقرمش معاكي وطعمه بيبقى تحفه جدا. جربي الحركه دي هتعجبك قوي. بدات بقى بسم الله ما شاء الله اقليه، وجبت صينيه كبيره علشان انا عامله ما شاء الله كيلو ونص من البانيه، فما ياخدش معايا وقت كتير، لان برضو القليه دي بتاخد وقت. شايفين بقى كده لونه من الناحيتين كده ذهبي وحلو قوي، ونفس اللون من الناحيتين. تمام كده. تمام كده. اللي وصل لحد هنا من الفيديو اوعوا تكونوا نسيتوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل حاجه جديده بعملها ان شاء الله. طبعا ما بين كل مره ومره كده لما بلاقي الزيت فيه فتافيت او حاجه فبصفيه علشان خاطر ايه يطلع كله نفس الآلية بتاعت اول مره زي اخر مره، علشان الفتافيت دي بقى ما تمسكش كده فيه ويبقى غامق معايا. خلصنا البانيه، تعالوا ندخل على اخر وصفه معانا الا وهي الكبده. بسم الله ما شاء الله. جبت معلقه سمنه بلدي وحطيت عليها معلقه زيت، ولو موجود حته دهنه تقدري تستكفي بيها، بس بصراحه هم الناس اللي طالبوها كده. وما حطيتش بصل ولا اي حاجه لان برضو هم عايزينها كده. كبده بس كده متشوحه في معلقه سمنه بلدي وشويه فلفل اسود وشويه كمون وقرن فلفل رومي. تمام. وعايزه اقول لكم ان هي على قد ما هي ما فيهاش حاجه، بس قد ايه ريحتها بسم الله ما شاء الله تحفه كده، يعني ريحتها كانت بتتكلم عنها. زي ما احنا شايفين بعد ما شوحتها خالص كده ولونها بدا يتغير، رحت ضايفه بقى قرن الفلفل الرومي وشويه من الفلفل الاسود وشويه من الكمون وشويه من الملح. وطبعا الكبده ما بتاخدش 5 دقايق على النار يا جماعه، لان كمان دي كبده صغيره وبلدي كده، فبسم الله ما شاء الله يا دوب كده تتشوح تبقى زي الفل. ما تسيبهاش على النار لحد ما تنشف بقى كده ويتقطع قلبها تبقى عامله زي فرده الكاوتش، لا طبعا هي كده تشويحتين، وطبعا بالهنا والشفا لان انتوا عارفين انها مش بتاخد اصلا تسويه. خلصنا الاكل كده، الكفته استوت بقى كده، طلعتها وولعت لها في حمايه وحطيتها على ركن كده وكتمت عليها، ومش قادره اوصف لك الريحه. وادي الرز كده وادي البانيه. تمام.
هعبي بقى الحاجات دي واوديها لاصحابها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك ومتابعه، واشوفكم على خير.